Mohim Yandouzo, on va retenir la deuxième mi-temps, Likanet Moussawa. On a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de situations. La deuxième mi-temps, كترجع في المستوى ديالنا la première mi-temps دابا خصنا نتساوها. السلام عليكم. في مباراة المغرب ضد تنزانيا في دور 16 من كأس إفريقيا، حسم المغرب المواجهة بهدف نظيف ليتأهل إلى ربع النهائي لملاقاة منتخب الكاميرون. وكانت هذه المباراة اختبار حقيقي للإرادة قبل المهارة والعزيمة قبل الأسماء. ولكن رغم نتيجة الفوز، بدأ أداء المنتخب المغربي أقل من حجم التطلعات وغير مقنع لجماهير اعتادت رؤية منتخبها أكثر شراسة وجرأة وحسما. فالمباراة لم تعكس الفارق الحقيقي في الإمكانيات، ولم تترجم السيطرة إلى خطورة حقيقية أو أداء يشعر بالاطمئنان. غاب الإيقاع السريع، وافتقد اللعب للجرأة والابتكار، وكأن الفريق كان يؤدي واجب ثقيل لا بشغف المنافسة. فالتمريرات كانت غير مركزة، والتحركات افتقرت للعمق، مما منح الفريق التنزاني فرصة البقاء في أجواء اللقاء دون ضغط حقيقي. ظهر التردد، وضاعت اللمسة التي تصنع الفارق، فبدت الهجمات بلا روح المغامرة التي تربك الخصوم. وحتى حين امتلاك المغرب للكرة افتقد للحدة والتركيز، ليظل الأداء باهتا مقارنة مما هو منتظر من منتخب يطمح للقب. وكان هذا الأداء الباهت لحظة صمت ثقيل في قلوب الجماهير، صمت لم يصنعه الخصوم بل تصنعه خيبة التوقع. لم يكن ذلك المغرب الذي يدخل ليرعب، ولا الذي يلعب بشغف القميص وثقل الحلم، بل منتخب كأنه حضر جسدا وغاب روحا. مرت الدقائق بطيئة، بلا نبض، بلا شرارة توقد المدرجات وتشعل الإيمان. الكرة تدور لكن المعنى غائب، والسيطرة بلا خطر، واللعب بلا هوية واضحة. وكأن المنتخب نسي أن كرة القدم إحساس قبل أن تكون تمريرا، وأن الفوز يبدأ من الرغبة لا من الأسماء. هو أداء يطرح أكثر من سؤال، ليس حول الموهبة أو الأسماء فهي موجودة، بل حول الشخصية والنسق والرغبة في فرض السيطرة الحقيقية. مباراة تسجل كجرس إنذار مبكر، تذكر بأن البطولات لا تربح بالأسماء ولا بالتاريخ، بل بأداء مقنع وروح حاضرة وبشغف لا يموت مهما كان الخصم. في المقابل جاء المنتخب التنزاني بروح المقاتل الذي لا يملك ما يخسره، دفاع منظم، خطوط متقاربة، واندفاع بدني كبير. لم يكن خصما سهلا أو مستسلما، بل حاول أن يصنع من كل هجمة مرتدة لحظة أمل، ومن كل تدخل قوي إعلان تحدي. فعكس كل التوقعات، فأداء المنتخب التنزاني ككل كان منظما خاصة من الناحية الدفاعية، واعتمد على إغلاق المساحات وخلقوا بعض الفرص النادرة، ولكنها شكلت تهديد حقيقي لمرمى ياسين بونو. فرغم أن المنتخب المغربي سيطر وبشكل واضح على الكرة في أغلب الفترات، مستحوذا على وسط الميدان ومحاولا خلق فرص، لكنه عانى في إيجاد الحلول، وواجه صعوبة كبيرة في اختراق دفاع تنزانيا المنظم والملتزم في خطوطه. وتأتي هذه المباراة كمؤشر حقيقي على حاجة المنتخب إلى زيادة الكفاءة الهجومية وخلق تنويع هجومي أمام الفرق التي تغلق المساحات بهذه الطريقة، أي الفرق المغلقة خاصة في الأدوار الإقصائية. وكانت النقطة المضيئة في هذه المباراة هو هدف إبراهيم دياز الذي كان النجم الأبرز، إذ سجل الهدف الوحيد في المباراة من تمريرة رائعة من أشرف حكيمي ليسدد إبراهيم في الزاوية الضيقة، وهو هدفه الرابع في هذه البطولة، مما يجعله أحد أهم لاعبي المغرب في البطولة بأكملها. صراحة هذا الفوز لم يكن سهلا، ورغم أن الجماهير غاضبة من هذا الأداء الغير المقنع، ولكن يجب على الكل أن يعرف ما له وما عليه. فالنقد حق، لكن الدعم واجب. ورغم كل شيء، فمن يمثل الوطن يستحق الوقوف إلى جانبه. فهذا الأداء الباهت يمكن أن نعتبره درسا،
والعودة القوية تحتاج جماهير وفية، والكل يعرف أن طريق البطولات لا يفرش بالورود، ونحن لا نلعب من أجل الفوز أو من أجل التأهل فقط، بل نلعب من أجل القميص، من أجل الشعار، من أجل شعب كامل يؤمن بالمنتخب رغم كل شيء. قد يقال أن الأداء باهتا، لكن الرجال يعرفون في لحظات الشك، والأبطال يولدون في المباريات الكبرى. يا أسود الأطلس، انسوا ما كان وادخلوا بأذهان صافية وقلوب مشتعلة، قاتلوا على كل كرة كأنها الأخيرة، العبوا بروح المغرب لا بخوف النتيجة. أنتم لستم أقل من أي خصم يا أسود الأطلس، نعرف أن الضغط كبير والخصم قوي، لكن قلب المغربي أقوى وعزيمته لا تكسر. العبوا بثقة بروح واحدة، كلكم يد واحدة، فوراءكم أمة كاملة تؤمن بكم وتهتف باسمكم. قاتلوا، استمتعوا وانتصروا. ديما مغرب، في أمان الله.